اسمي نادية، عمري 22 سنة. قضيت حياتي في دار للأيتام، لا أعرف من هم أهلي سوى ورقة صغيرة وجدت بجانبي عندما كنت رضيعة كتب فيها: سامحيني، أنا مضطرة. كبرت وأنا أحمل في قلبي سؤالاً واحداً: من هي أمي ولماذا تخلت عني؟ في أحد الأيام خرجت من الدار للعمل، فدلتني سيدة على منزل يحتاج إلى خادمة. كان المنزل فخماً، وامرأة أنيقة تدعى ليلى استقبلتني ببرود. بدأت أعمل عندها، أغسل وأكنس وأطبخ، لكنها كانت تنظر إلي كثيراً بطريقة غريبة، وكأن شيئاً ما يربطها بي. مرت الشهور، وفي أحد الأيام بينما كنت أنظف غرفة نومها سقط صندوق صغير من خزانتها. انفتح الصندوق وتبعثرت الصور، وفي إحداها رأيت رضيعة تشبهني تماماً، وجد بجانبها الورقة نفسها: سامحيني، أنا مضطرة. تجمدت مكاني، لم أستطع التنفس. هل من الممكن أن تكون ليلى أمي؟ في تلك الليلة لم أنم. في الصباح جمعت شجاعتي وذهبت إليها، وقدمت لها الصورة والورقة. ارتجفت يداها وسقطت على الكرسي. قالت بصوت مكسور: أين وجدت هذه؟ قلت لها: أنا الطفلة التي تركتيها قبل 22 سنة، لماذا؟ بدأت تبكي بحرقة وقالت: كان عمري 17 وحملت بك خارج الزواج، وهددني والدي إن لم أتركك ففعلت، لكنني لم أنسك يوماً.